اوكي، السلام عليكم. إيه الاخبار؟ مين ايه؟ مش عارف الدنيا ضلمه ولا لا، بس المفروض يبقى في نور في المكان. طيب، سمعت قبل كده عن موضوع لان يوم الجمعه شارع 9 بيتقفل وبقى معمول فيه فيستيفال كده. اول مره اجي الموضوع دوت. بقى في ناس كتيره هنشوفها النهارده وانا داخل بقى احتك بيهم اول مره اجي. ده هم ده احنا وصلنا لهم اوريدي. ده لسه داخل اهو. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. عامل ايه يا بوس؟ ده لسه داخل. انا داخل بقول ايه الدوشه دي؟ فاهم تقنيه ولا ايه؟ ولا تقنيه ولا اي حاجه. ايه الاخبار؟ نعم يا قنديل. اهلا اهلا. شفتك في الاوضه، كنت قاعد على الكافيه. ولا يهمك، كنت في الكافيه براحتك. تالت مرة في مكان مختلف. أنا جعان برضه. تعالى. انا جعان دلوقتي الموضوع بدأ، الحفلة بدأت بس دلوقتي موقفين عشان الصالة جنبنا الناس بتصلي فموقفين مزيكا شوية. حبايبي. معلومة مهمة، الراجل اللي واقف مع علي ده هو مش عازف ومش أي حاجة، هو بيبيع الطراطير والحاجات اللي هناك دي. ايوه تمام؟ ومعاه ثواني ومعاه اوكي تمام ومعاه ربابة اللي هي بتتباع ب 2 جنيه ونص بتاعت الأطفال دي، بس بيعزف عليها حلو فشخ. اوكي. شوفوه. هتشوف. ده تالنت يعني. هو ده. الفكره. طيب اوكي. حدي انا عايز طب انا عايز اخش بس في الاكشن الاول. بس استنى يا عم، ولاد اختي. انا معايا النهارده ولاد اختي. حسين ومعايا مصطفى. ايه؟ قول لهم إن أنا اللي معلق دي. أهي. هو اللي معلق حتة دي. كده المعلقة دي. تعالوا بقى نخش ده. اهلا اهلا اهلا. عامل ايه؟ الاخبار؟ كله جميل؟ خليكي في حالك. يا خليكي انت وانت في ما حالك. ردتيش عليا. عامله ايه؟ موجود؟ اهلا اهلا. اهلا بيكم. اهلا اول ما اشوفك وداخلين بسجل هات لي 50 جنيه. اوكي. بني فاش. بني جدا. انت بتقول لي ايه؟ أنت جاي متأخر جدا على فكرة ومش هينفع إن أنت دفع تعمله ده 50 جنيه دفع 50 جنيه. الدنيا ضلمه ما ينفعش. الدنيا ضلمه ليه طيب؟ هتبقى كده ولا ده هتبقى كده؟ طب بص انا هحاول اظبط. احنا بنقدر على قد ما نقدر ان احنا نستغل الموضوع ده. انت ايه رايك حضرتك؟ انا ابقى ماسك الفلاش حضرتك بتصور. عشان خاطر احنا كل اوكي. فكره عجبتني الفكره دي. ثانيه. انا عايز اخش اتكلم علي وهي بتقول لي ايه؟ لا اتفضل طبعا. طب بتقول علي. علي نقول على علي قنديل. ايه الاخبار؟ عامل كله تمام؟ قول لي بسرعه ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل، عملنا ايفنت في الشارع اسمه عايز مسرح. كل حد موهوب عنده موهبه يقدر يقدمها على الستيج، وعم سيد كان معدي جنبنا هنا بيلعب ربابه حلو فشخ، فوقفنا شويه عشان الناس كانت بتصلي وهنرجع نكمل حاله انتاجيه وانا بهدأ حالا اهو. يلا يا جماعه جاهزين؟ حبايبي ما يفوتكش عم سيد الصعيدي، ما يفوتكش. عم سيد. عم سيد ايه الاخبار؟ قول لي حسيت بايه وانت على المسرح؟ حاجه جميله ان انت تحس ان انت هتوصل موهبتك للناس، لان في ناس مش قادره توصل موهبتها للناس. طب احنا نسيب القاهره 360 تصور مع عم سيد. صباح الفل. حلم الاقصى يرجع والناس وليله تشفع. اسمع يا عربي اسمع، ده كلامه مش هرجع. العين على الارض بتدمع، اتمنى يا عربي تفهم. سر المبدا بتفرق عليك وعليا نحلم. عليكم تكون اول تصديق الروايه على راسه. جدا مستمتع على عمرنا وبشكر الاحتفال الجميل ده. بتمنى التوفيق اللي حضرتك عايز نسمع. باشا. ايوه امرني صور معايا بسرعه. يا باشا، تحت امرك. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اول مره تعرض حاجه على في الشارع كده؟ في الشارع فعلا هي اول مره، بس احنا اساسا فننا من الشارع، فاحنا قبل ما نطلع استجاد كنا بنغني في الشارع. ماشي. الارض الواقع لتتخطى احوالها عكس الاتجاه في غلطه الحقوق المراه كلها صوت استغاثه عاليه تستعجب مش فارق سلبيه افكار تشعل نار داخل وصوت توصل بيها حد الغضب هو الحق باين وحق المراه هايل اسعد مع نفسي في اختياري منها نفسي
سنة رسولك الرفقة والحور وصلنا بالنساء خير النساء بالتعيش طريق معنا يا جماعه حاسس ان احنا تايهين من بعض. احنا مسؤولين جدا بس المكان حلو جدا واحنا عاملين شغل عالي قوي. بص انا عامل ازاي بالكشاف. طالع على متعلق الدنيا والتقدم. يلا طبعا سيلفي معاكم. اعمل كده يلا بينا. هو بصراحه الحمله كانت حلوه، انا حبيت ان انا اشارك فيها. وانا مهمه على فكره. هي مهمه بصراحه. مهمة جدا. على فكره السبورت بتاعنا من اول ما جينا. فعلا؟ السبورت من اول ما جينا. ما فهمتش هو حاجه حلوه. هي كويسه، هي حاجه حلوه. أيوة، هي كويسه، اهم حاجه كويسه. Drive me crazy. I just can't sleep. I'm so excited. I'm in too deep. ايه رايكم في اليوم لحد دلوقتي؟ يوم حلو جدا جدا جدا. يا جماعه انا عارف انتوا ما تعرفوش موديديا بس استنوها هو احنا الستيتش كمان شويه. تعالى حاجه جامده نلعب ده ستيب. اوكي كمان شويه نشوفها على الستيج. اوكي ايوه احنا شفناه في حلقه عيد ميلاد علي قنديل هو ده اللي عمل له ايوه معاك. هابي بيرثدي تو يو ساكس. ايوه انا هروح على الستيج عشان صار نفسي تعرف دلوقتي. قشطه حبايب ماشي. يلا يلا هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه هنا؟ شعبي. شعبي؟ ماشي يلا بينا. يلا على السقف بقى، على السقف فوق ايدك فوق على السقف على السقف. انت لا مش زينا، انت نار متلونة، انت قلبك ربنا، انت ده غيرك محال. تعالى بابلو بابلو اسمه ايه؟ طبلة؟ بابلو ها؟ اي بابلو ازيك؟ بابلو بيكسر. بص بابلو مبسوط بيلعب بديل. ايوه بابلو بيكسر. بابلو بيكسر. ايه الاخبار عاملين ايه؟ ايه رايكم انتوا طالعين على المسرح؟ اول مره تعملوا حاجه في الشارع كده؟ الفريق اسمه ايه؟ بالعند بقى. الفريق بالعند. اسمهم بالعند. وفي نظرنا ولانا تقدر تقول تشاء بلا والله اتجهت الصحراء خطوينا. عايز اقول لك ان طه وتهامي وكنافه يعني عرفوا يمتصوا اكتر من 12 ثنائي من غير ما حد يحس. والله من غير ما حد يحس خالص. بس الامور ماشيه كويس بس انا هقفل بدري عن اللازم لان الموضوع فعلا مجهد قوي بالنسبه للناس. انا مش شايف اي حاجه. الناس ظريفه جدا والناس واقفه. لا ورا ده السبب بقى ان انا بقول لك الرجاله بتوعنا مسيطرين جدا على الموضوع. انت بتتكلم ما بعد اما ورا اللي انت شايفه ده وفي النص بيبقى في مثلا متحرش في واحد رخم فبياخدوه بيعرفوا يسحبوه ما حسيتش بده وده معناه لان الموضوع اداريا مش تنظيم قصدي بتنظم كويس. يعني قشطه على قدر الامكان من غير اي امكانيات. انت جبت الليد اللي انا بغيظك بيه. لا جامد وحلو في الفيديو والله. اي حد عمره انترفيو باخده هناك. خلاص طبعا بقى يا جماعه انتوا واخدين بالكم ان كل ده بيحصل في الشارع احنا في شارع 9 في المعادي. قدام الستيج بعد اذن الشباب والبنات اللي هنا قدام الستيج. طب كويس خلينا بقى اوضح حاجه كويس ان انت بتصور كاس يعني الفكره ان كل حد عايز مسرح انا بحاول اوفر له المسرح بس التقييم ده بيبقى ليك فانا مبسوط ان انت اتفرجت وقيمت. هو كده احنا عندنا كله كسبان. انا الفكره بتاعتي ماشيه كويس وانت اتفرجت على موهبه والموهبه قدرت تعبر عن نفسها. فاللي انا بسالك عليه الفكره لوحدها لطيفه. ربنا يخليك كده خد بقى ال 100 جنيه دول حقك كلمتين. حاجه جميله. التالنت الجاي. والله علمي علمك انا جاي معاك على الله كده وطالعين على الصحراوي كده ربنا يستر. خدت بالك انت من التالنت اللي جاي ايه؟ فين الفايبريشن؟ فين الفايبريشن؟ دي حمله عملها علي قنديل بيطلب فيها من رئيس الجمهوريه. ممكن تعلي صوتك شويه يا رباب؟ دي حمله عملها علي قنديل بيطلب فيها من رئيس الجمهوريه انه يكون ليه
مسؤول عن مصر لمده 3 سنين يكون تابع للدوله، يكون مهجور ومش صالح لاي استخدام قومي. هياخده هو، هيصلحه بجهودنا احنا الذاتيه، مش بيقبل اي تبرعات من اي حد. الفرق اللي هتعرض هي نفسها اللي هتصرف على المسرح، مش فلوس، لا مال. فاهماني؟ طه انت بتعمل ايه؟ بقوم بدور الاضاءه لتاني مره في مصر 2 راكب. المره دي بقى بعمل فلاشر وحركات. ايه الاخبار؟ بس الحمد لله. عايش جدا. اول مره ترقص في الشارع كده؟ لا انا كنت كتير قوي رقصت في شوارع وكده، معروف جدا في المنطقه بتاعتنا، وان شاء الله السنه الجايه اقدم في اقرب شوتايم باذن ان شاء الله. الرحمن. بس قول لي اكتب ايه على الفيسبوك عشان اعرف اجيلك. داب ستيب. داب ستيب. ماشي، كيرو داب ستيب حبايبي. سامعني كويس؟ تسمعني؟ دلوقتي نبتدي نشوف علي قنديل لما بيتخانق من القرف اللي بيحصل، العيال بترخم. دلوقتي علي قنديل بقى في مود غير اللي كان فيه الاول، فابتدى هو يتضايق من اللي بيحصل، الناس كانت ترخم علينا فاهم، والعيال الصغيره متشرده. هو في حد هيقدمه مش انا؟ ده في ولد هيرقص، ولد صغير، في ولد صغير هيرقص دلوقتي. لا بركز مع الناس. انت اسمك ايه؟ اسمك؟ سيف. سيف انت عندك كام سنه؟ 14. عندك كام؟ 14. ما شاء الله. ان شاء الله بس نخلص الاذان ونقدر نكمل براحتنا. علي احنا وقفنا ليه؟ الاذان بس اذان العشاء. ماشي. كلوشه والصوت بتاعته تتحكم مش بالسالب هنا فوق كيدهم بابا خلي جر ابن اللي جرك على الذوق اعرف تمامه لما تلقه هو كان فاكر هايق كنت ماشي عليك كان خرس بقه. لازم اصرف. بصوا النبي مين لسه جاي دلوقتي، بصوا شوفوا مين جاي دلوقتي. انا كالعاده باجي متاخر كالعاده، بس انا جيت انا اصلا ما كنتش عارف ان هيبقى في ستيج والمود ده. شكرا. عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ احلى عايز موداديا بلوج بيج ويوتيوب شانل وكل حاجه. موداديا بلوج MOODEDIYA بلوج. مالكش حق مالكش حق تلوم عليا. ايه رايكم في اليوم لحد دلوقتي؟ النهارده زي الفل، جميل. انا لسه جاي حالا اول واحد. هو شاب لسه جاي. ايه رايك في اليوم من اوله؟ هو مبسوط. كان خطير يعني، انا مثلا بتاع 10 دقايق اليوم من اوله. بقى انا قصدي في الشارع. لا اول مره فانا ما تريقش اصلا مش قادره. وايه رايك في الفكره، عجبتك؟ جدا. مبروك يا حاج ست معانا عمر. يا ست يا استاذ حمدي احنا بنهزر. بحط كده 3 لعيبه دلوقتي. اهلي ايه بس وكل دي خش انا اخبط عليك تطلعي على طول. انا يا ابني كان ضربه تحت بطاطا. انت مكسوف. طيب اوكي، زي ما احنا شايفين ان اليوم خلص كده، احنا بقالنا فتره طبعا بنعرض. تعالوا بقى نخش نرتكب جمهور. انا محتاج ادخن او ابطل سجاير عشان ما اتحطش في موقف بالجزمه ده تاني. علي قنديل بيقول انه مبسوط جدا بالعروض وهيتصوت لمسابقه رقم 5. مبسوط النهارده. في ناس انا شفتها وهي داخله متوتره وهي نازله حاسه بان هي عبرت عن نفسها، دي حاجه هايله جدا، دي حاجه فشيخه. ويلا بينا ناخد راي الجمهور.
انا من اول فيرس افشخ بمسكها في البطوله وسط بلدك يفتك عرضك ودي لابسه من اللي عندي وريني تقول لي حمرا يو قاعدين قعده حلوه قلت اروح اقعد على الخرزه فجاه الرجاله خدوني على شارع 9 قالوا لي يلا بينا نجيع قلت عايز مسرح انا وعلي انجيل يلا بينا اشي فكك من عفويب لبست هنا اللي انت قلت يلا بينا شي المايك والكل عامل سايكو فجاه هنا جابوا حتى مشاكله قال لي ده بحاله واستبغاله اصله قال لي هو باصله فكره هو دي مشاكله وانت السلكلايه بتصور في التليفون كنت ايه للسيلفي بيتر من المدجع على طول ورا اصلي رب اشتغال بنش على بنش قلنا رب مثل الجن ولا مجال كل اسمه شو بطل حرف العب بفلو تكه في اي حته كوكب المعاد يبرو كنا شاده لا تكنيك جوا الزفت اسمه قريه مقنع عدى تامر حسني نفسي تركب اسم سلف يعني دلوقتي ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه، عملت حوار ان الداخليه جايه عشان العيال تلم الحاجه بسرعه. انت ايه الفيدباك بتاعك من اليوم حتى الان؟ مبسوط بس محتاجين المره الجايه في حاجات كده في التنظيم عشان التوقعات وعشان العيال الصغيره. عايزين حد بيفهم في العيال. عايزين حد بيفهم في العيال. ودينا ايه رايها يا ترى؟ انا مبسوطه جدا النهارده جاي لك على البيت اخر اليوم بقى يا جماعه معلش يا اخر اليوم والله كنا فاضيين. صباح الفل. هفضل معاك. لا خلاص توكل على الله. توكل على الله. والله وتجي لي المكتب؟ هجي لك على هناك. خليك جبت المكتب ده. ايوه ماشي هنروح على المكتب على طول. يا ترى ممكن كلمه لجمهورك اللي بيحبك؟ لجمهوري اللي بيحبني والله ده كتير عليا جدا. لحد ما اليوم كان كويس مشي. سلم عليا لما اقول لك انا ماشي. ده ايه ده؟ اهلا وسهلا. سلام يا فندم. انا اكل سمك سامحني يابا. بكره على مني. ايوه انا فاكر الحوار ده. احسن حاجه حصلت وايه اوحش حاجه حصلت؟ احسن حاجه حصلت الناس دي كلها كانت موجوده، الناس بتاعتنا والناس اللي كانت بتدعمنا. اوحش حاجه حصلت الساوند سيستم. اوكي. طب وانت احتكاك الجمهور بالفكره ايه رايك فيه؟ لا انا لقيت في مدعمين كتير قوي من اعمار مختلفه كتير يعني. الحمد لله. الحمد لله. ايه ده؟ طب اي قناه شمال فيها انترفيو واحد يقول الحمد لله والنبي هتقولوا ايه؟ رحنا خدنا كهرباء من اكسبريس للتنظيف اللي هناك ده. وخدنا منه وصل الكهرباء عشان نشغل السماعات والاضاءه والحاجات دي كلها. في اخر يوم رحت جمعنا من بعض 75 جنيه. رحت اديها له رفض وزعل جدا وقال لي ايه ما يصحش وبتاع. احنا نعم كرداحه انطقها صح وبعدين تعالى اتكلم. مش عارف الحلقه خلصت مره واحده ولا لا، لكن اللي انا متاكد منه ان البطاريه معلش تقريبا البطاريه عملتها معايا. انشغلت في التصوير. الناس على الستيج كانوا كتير جدا. موضوع الاضاءه ده ما خدتش بالي منه. انا حاولت اعوضه على قد ما اقدر بالموبايل بس عارف انه ما كانش جامد يعني. انا ما صورتش كل الناس النهارده، ما عرفتش اصورهم كلهم، كانوا كتير وكانوا منتشرين. وصورت شويه من على الستيج وبعد كده صورت شويه من الناس اللي كانت بتراب بره. اتعرفت النهارده على مواهب جديده. ميبي نعرف نعمل حاجه مع بعض. يا ريت يكون التصوير عجبكم. يا ريت يكون النهارده يوم كان حلو. تصبحوا على خير حبايب. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انبسطتي النهارده؟ قوي اول مره تيجي السويس؟ اول مره اجي السويس. طب وايه انطباعك؟ مبسوطه جدا، حلوه جدا. كنت عايزه اروح المعديه والله، سامعه ان هي حلوه قوي. يا ما تمشيتيش شويه؟ لا خالص. انا احنا اتمشينا.